سنة من جميع أنحاء الجمهورية. معاكم مستر مايكل عاطف. النهاردة احنا هنبتدي إن احنا نشرح فرع statistics دوت كامل. هو بيتكون من كام شابتر؟ من 4 شابترز. هنقسم الفيديوهات بتاعتنا ل4 فيديوهات. كل فيديو هيكون بيتكلم عن شابتر كامل بكل الديتيلز بتاعته. طبعا هنتكلم بشكل مختصر ان انت مش عايز تجيب فيه الفول مارك، انت مجرد انت عايز بس تعمل ايه، مجرد المادة بالنسبة لك هي اجتياز. يلا بينا نبدأ، ما نضيعش وقت كتير. ليتس جو. هنبدأ بأول حاجة وهي البيزكس بتاعتنا كود عشان نبقى فاهمين احنا هنكون شغالين ازاي. وهنبدأ بأول حاجة في شابتر 1، وهو على فكرة مر عليك على المراحل اللي فاتت، بس يعني ايه عليه شوية طرق بس عشان نفهم كود مع بعض ونفتكر سوا. أول حاجة في البيزكس بتاعتنا وهو حاجة اسمها كورليشن. الكورليشن دي السيمبل بتاعها وهو عبارة عن الار. يبقى أنا دلوقتي الكورليشن والسيمبل بتاعها هو الار. دي بتكون عبارة عن كلوزد انترفال من نيجاتيف 1 ل 1. يعني ما ينفعش يكون معاك نيجاتيف 2 غلط، او ان هي تعدي ال 1 يعني تبقى 2 او 1.1 حتى، ده كود يكون ريفيوزد بالنسبة لي ومش معايا. اوكي طيب، يبقى انا دلوقتي عرفت انها هتكون كلوزد انترفال يعني من نيجاتيف 1 لبوزيتيف 1. في عندنا كمان حاجه، لو انت لقيت ان النيجاتيف او بوزيتيف يعني النمبر بتاعك بتاع ان انت تجيب دلوقتي هتجيب الكورليشن. انا عارف انا دلوقتي بتكلم كلام كده انت مش فاهم اي حاجه، مع اول اكزامبل هتلاقي الدنيا كلها وضحت. اوكي طيب، انا دلوقتي معايا برضو انا هستعمله يعتبر في التفسير بتاع السؤال. اوكي طيب، انا دلوقتي معايا لو هي نيجاتيف هتكون انفرس يعني بيحصل انكريزنج وبيحصل ديكريزنج، ولو هي بوزيتيف يبقى هي دايركت. اوكي طيب، في عندنا بقى اللاين ده تحفظه زي اسمك، هنستفيد منه جدا، يعتبر في الحل بتاعنا في شابتر 1 كامل وفيما بعد كمان. اوكي، في عندنا اللاين بتاعنا بيتقسم ل 3 بارت. في عندك نيجاتيف 1 اللي هو كروس انتر نيجاتيف 1 لبوزيتيف 1، او في المودريت او الميديان اللي هو في النص ده اسمه مودريت او الميديان من 0.4 ل 0.6 كروس انترفال، يعني 0.4 او 0.5 اكيد طبعا هي ما بين برضو ال 0.4 و 0.6. اوكي طيب، هنا انا هعمل ايه؟ قال لك لو انت جيت واشتغلت وجبت كورليشن اللي هو الار هجيبه، ولقيت النمبر بتاعي هو less than 0.4 ومور than نيجاتيف 1 يبقى هو كده ويك. لو انا لقيته نيجاتيف 1 او لقيته بوزيتيف 1 يبقى هو بيرفكت. لقيته 0.4 ل 0.6 يبقى هو مودريت. لقيته مور than 0.6 يبقى هو سترونج. يبقى انا من 0.6 لبوزيتيف 1 سترونج. مش فاهم؟ تعال نشوف اهو بقى اكزامبل كده ونفهم ايه الكلام اللي احنا عندنا نبص فيه دلوقتي. انا هكون جاي المفروض يعني هنجيب الارض دلوقتي هتفهم بقى يعني بالظبط بعد دقيقتين كده، بس خلينا بس نشوف هي النمبر يعني كأن هو ده الانسر اللي انت هتكون طلعته لما نشتغل السؤال. هتلاقي مثلا طلعك ب 0.2. ال 0.2 دي هي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. خلاص طالما هي بوزيتيف يبقى هي كده ايه؟ دايركت. صح ولا غلطان؟ صح. يبقى انا كده اول حاجه ديت بوزيتيف يبقى هي دايركت. ماشي كمل معاك. طب هي دايركت هي 0.2 موقعها فين على اللاين بتاعي؟ 0.2 موجوده هنا ما بين النيجاتيف 1 وال 0.4 موجوده في الحته دي، مكتوب ايه؟ ويك. يبقى هي كده هي دايركت وويك. بس هو ده اللي انا كنت عايزه. خلص. لا واحده تانية، تعالى واحده تانية. يا سلام، ديت نيجاتيف 0.65. دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ديت نيجاتيف. خلاص فين النيجاتيف؟ اهو النيجاتيف معناها ايه؟ انفرس. يبقى انا هاجي اقوم كاتب ان هو تقعد جنبها كده انها انفرس. تمام كمل. هي انفرس النمبر مالكش دعوه ان شاء الله حتى لو كانت 0.65543 مش عارف ايه، لا انت خد اول واحد كام ده؟ 6. 0.6 موجوده فين؟ اهي موجوده اهي 0.6. 0.6 دي يبقى هي ايه؟ مودريت. يبقى انفرس مودريت. ايه ده بالسهوله دي؟ انا قلت لك الدنيا سهله، ركز بس انت كده ايه معايا. طب 0.81 دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. يبقى هي ايه؟ دايركت. احفظ بقى معايا، يبقى هي دايركت. اوكي طيب، ال 0.38 موجوده فين؟ تقول لي يا مستر وال 1، قلت لك هناخد بس الترم الفيرست ديجيت اللي هو افتر الايه؟ الديسم.
يبقى هنا 0.8 فين ال 0.8 المفروض بعد 0.6 يعني موجوده في الحته دي. يبقى هي ايه؟ سترونج. يبقى هي كده دايركت وسترونج. طب ال 0.54 ها وقف الفيديو كود بقى واشتغل انت. 0.54 دوت بوزيتيف يبقى هو اوريدي على طول دايركت، و 0.5 موجوده فين؟ هنا ما بين ال 0.4 وال 0.6 يبقى هي كده هتكون ايه؟ يس هتكون مودريت. يبقى هي كده دايركت ومودريت. طيب اخر واحد نيجاتيف 1 ماله نيجاتيف 1 ها بوزيتيف دوت نيجاتيف نيجاتيف يبقى هو انفرس. ها انفرس وماله انفرس وايه؟ بيرفكت. شوف احنا كده خلصنا اهو بارت مع 1 مع بعض. طيب يلا بينا نتنقل لبارت 2. هنعمل فيه ايه؟ هو دلوقتي في الشابتر احنا اخدنا البيزكس دي اللي هي في الاول دي عشان تفهم بس الشغل هيبقى ماشي ازاي. دلوقتي بقى حالا هنبدا الشغل الجد. انا دلوقتي هاجي واقول لك انا عايزك تستعمل لي بيرسون كورليشن اهو. بيرسون كورليشن مين بيرسون ده اسم شخص. اسم شخص هو الاختار. عايزين نقدر نشتغل السؤال دوت ونحله بيه القانون ده. القانون دوت كده هيكون جاي معاك في ورقه المفاهيم. تمام. فاحنا بس اهو نشوفه ونفهم اصلا بقى السيمبلز دي معناها ايه. ما هو انا معايا القانون بس مش عارف استعمله. يلا بينا بقى نشتغل كده واحده واحده مع بعض. هنبدا باكزامبل عشان الامور تبقى واضحه. دايما تفهم ماس ان انا تكون شغال باكزامبل. يلا بينا. مبدئيا انت هتلاقيني انا بكون جاي وراسم لك تيبل الشكل ده بالظبط. هكون حاطط لك فيه اكس هكون حاطط لك فيه الواي. اوكي. طيب بقول لك ايه؟ بقول لك find the person correlation دايركت ما فيهاش اي حاجه. هاجي قايل لك find person correlation عايزك تستعمل لي قانون بيرسون. اوكي. هو مديلي التيبل ده اعمل انا تيبل كبير زي اللي قدامك دوت الحالي. تقول لي يا نهار ابيض ايه ده كله؟ واحده واحده كده بس واصبر. كده انا عامل انا فيه سكويرز زياده. فايه احنا بس مطالبين باربع حاجات. ادي الاكس وادي الواي اللي هو اوريدي هو مديهم لي بس انا هخليهم يكونوا فيرتيكال بدل الهوريزونتال. خلاص كده. بعدها جيب اكس باور 2 وجيب واي باور 2. هتفهم دلوقتي حالا كل حاجه. وبعدها اخر حاجه هات لي اكس تايمز الواي. مالكش دعوه بقى اللي باقي دوت كده دي سكويرز انا عنها نسيت. تمام. كمل كده وقول لي بقى هتعمل ايه. مين هي الاكس؟ اهي 6 و11 و9 و9 و7 و8. نزلها. ادي 6 ادي 11 9 9 7 8. جود. مين هي الواي؟ 6 13 11 9 8 10. تمام. ايه القانون طيب بقى؟ بص يا سيدي بيقول لك اهوت الار اللي انا لسه عمال اقول لك عليها ونشوف دلوقتي ازاي هنقدر نفسرها. عباره عن الان سمشن اكس واي. دي العلامه دي مقصود بيها ان انت تعمل سمشن للاكس واي يعني هتعمل الاكس تايمز الواي وكل انسر هيطلع بعد ما تجيب دول كلهم تايمز هيطلع كل واحده هتطلع بكام. هتعمل لدول كده كلهم بلس. يبقى انت كده تكون جبت السمشن اكس واي. فهمت بقى ليه بقى التيبل دلوقتي؟ طيب دي سمشن اكس يبقى هعمل سمشن لكل الاليمنتس بتاعت الاكس. سمشن الواي يبقى هعمل سمشن للاليمنتس بتاعت كل الواي. اوفر سكوير روت برضه الان دي النمبر اوف الاليمنت يعني عد ادي 1 2 3 4 5 6 يبقى الان عندك نوت بكام؟ ب 6. انتي هنكون شغالين كده. طب يلا يا مستر انا كده تعتبر فهمت القانون. طب احفظه لك برضه ان سمشن اكس واي ماينس سمشن اكس سمشن واي اوفر سكوير روت ان سمشن اكس باور 2 ماينس سمشن الاكس فور اول سكوير. سكوير روت تاني بدل الاكس هتبقى واي. يبقى الان سمشن واي باور 2 ماينس سمشن الواي فور اول سكوير. اوكي. لا وضح لي اكتر بالاكزامبل نبقى فاهمين. يلا اهو. الاكس باور 2 هعمل دي باور 2 على الكالكوليتر هتطلع ب 36. 11 باور 2 121
81. كل واحدة هي الاكس، ها الاكس 9 باور 2 81، 7 باور 2 49، 8 باور 2 64. تمام. بعدها هتبتدي انت تقوم جايب الكالكوليتور بتاعتك وهتعمل لدول كلهم بلس. اوعى تنسى الكالكوليتور معاك في الامتحان. هتعمل ايه سيادتك؟ هتقوم جاي تقوم عامل 36. اقول لك خلينا بقى نعمل البلس احسن في الاخر خالص. تعال طب نكمل كده. هات كمان واي باور 2 يبقى 6 باور 2 برضو ب 36. 13 باور 2 هتطلع ب 169. 11 باور 2 121. 9 باور 2 برضو ب 81. و8 باور 2 ب 64. و10 باور 2 ب 100. عملت للواي هي اللي باور 2. تمام. بعدها x تايمز الواي. فين الاكس اهي، فين الواي اهي، اعمل ده تايمز ده. 6 باي 6 ب 36. 11 تايمز 13 تطلع ب 143. كام؟ 9 باي 11 ب 99. 9 تايمز 9 ب 81. 7 باي 8 56. طبعا الحاجات دي انا بقولها بسرعه لان اوريدي دي انت بتعملها بالكالكوليتر. و8 تايمز 10 بايه؟ ب 8. كده انا جهزت التيبل. اعمل ايه؟ انا بقى محتاج منك اخر حاجه انت تعملها هنا دول. هم دول اللي انا هشتغل اهو. السمشن دي سمشن اكس. هعمل دول كده كلهم بلس بالكالكوليتر بتاعتك اهو. اشتغل بقى معايا. 6 بلس 11 بلس 9 بلس 9 بلس 7 بلس 8. دي كده السمشن بتاعها تطلع ب 50. دي سمشن الاكس. سمشن الواي ادي 6 بلس 13 بلس 11 بلس 9 بلس 8 بلس 10 تطلع ب 57. جود. اكس باور 2 اعمل الامس دي كلها برضه بلس 36 بلس 121 بلس 81 بلس 81 تاني بلس 49 بلس 64. 432. خش على اللي بعده. 36 بلس 169 بلس 121 بلس 81 بلس 64 بلس 100 تطلع دي 571. اخر حاجه معانا ايه؟ السمشن بتاع اكس واي 36 بلس 143 بلس 99 بلس 81 بلس 56 بلس 80 تطلع ب 495. كده انا جبت سمشن اكس، جبت سمشن واي، جبت سمشن اكس باور 2، سمشن واي باور 2، سمشن اكس واي. اكتب القانون واعمل سبستيتيوشن دايركت. ازاي؟ اهو قانون اهو قدامك. ادي الار بيكو عباره عن ان سمشن اكس واي ماينس سمشن الاكس سمشن الواي اوفر سكوير روت الان سمشن الاكس سكوير ماينس سمشن الاكس فور اول سكوير. سكوير روت تاني بدل اكس تبقى واي يبقى ان سمشن واي باور 2 ماينس سمشن الواي فور اول سكوير. جود. يلا اعمل سبستيتيوشن. الان بكام؟ ما جبتهاش. عدهم ادي 1 2 3 4 5 6. 6 تقف لحد هنا وال50 يعني ده السمشن مش الاليمنتس بتاعتك. يبقى عدهم من التيبل هنا. عد الاليمنتس بتاعت الاكس بس او الواي بس. الان ب 6 يبقى دي 6. سمشن اكس واي الاكس واي اهي السمشن بتاعها 495 تايمز 495 ماينس سمشن الاكس بكام؟ ب 50 تايمز سمشن الواي ب 57. يبقى هعمل 50 تايمز ال 57 اوفر السكوير روت. تمام. كمل اهو. سكوير روت الان برضه 6. سمشن الاكس باور 2 الاكس باور 2 اهي السمشن بتاعها 430 يبقى تايمز 432. الناس اللي بتنسى تحط التايمز ها ويبقى 6000 تايمز 6 تايمز 432 ماينس سمشن الاكس فور ار سكوير. يعني دي سمشن الاكس اهي اعمل لها باور 2 يبقى ماينس ال 50 باور 2 سكوير روت تاني
مين هيبقى برضو الان بس بدل سمشن اكس باور 2 هيبقى سمشن الواي باور 2 571 تايمز 571 ماينس سمشن مين؟ سمشن الواي فور اول سكوير اللي هي 57 باور 2 يبقى ماينس 57 باور 2. تيجي بقى دي كده الار اهي هتشتغل ده كده كله على الكالكوليتر. تعالى اهو طبعا حاطه اعمل فراكشن واشتغل معايا. ادي 6 تايمز 490 5 ماينس 50 تايمز 57 اوفر سكوير روت 6 تايمز 432 ماينس ال 50 سكوير ودوس على سلاش ابعد عن السكوير روت ها ما تحطش سكوير جوه السكوير روت. بعدها 6 تايمز 571 ماينس 57 سكوير برضه طلعت لي ب 0.94. دي كده فاكر ازاي كنت بقدر اعمل لها التفسير اللي انا كنت لسه قايله لك في البورد الاولانيه؟ نسينا. دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف يبقى هي دايركت. يبقى دي كده دايركت. تمام. دي 0.9 اللي هي ما بين 0.6 وال1 يبقى هي كده تكون ايه؟ سترونج. يبقى هي كده دايركت سترونج. ادي دوت ازاي اقدر استعمل بيرسون كورليشن. وعلى فكره السؤال ده بيجي دايما في الامتحانات. بيرسون كورليشن بعمل ايه؟ سريعا هرسم تيبل هو الاكس والواي هو بيكون مديهم لي. مجرد انا بدل ما هو فيرتيكال بخليه بدل ما هو هوريزونتال بخليه فيرتيكال. بعدها بجيب اكس باور 2 واي باور 2 بجيب اكس تايمز الواي واجيب كل واحده وبعدها بجيب السمشن. هعمل براس للفيرتيكال ده كده كله واكتب تحت وده كمان بتاع الواي والاكس باور 2 والواي باور 2 والاكس واي. يلا بينا نشوف كمان اكزامبل تاني. كمل دلوقتي في اكزامبل نمبر 2 هيتكلم فيه عن ايه؟ هنشوف برضه هو برضه بيرسم برضه عادي كورليشن بس المره دي الداتا هتكون اكبر شويه. هيكون مديني برضه ادي الاكس وادي الواي. انا بس مجرد اني جهزتها خليت الاكس والواي هم في الفيرتيكال. تمام. بعدها ابتديت ان انا اجيب الاكس باور 2 اعمل ال 42 باور 2 تطلع بده 45 51 و58 و60 و61 و66. عملت لكل اليمنت سكوير. بعدها رحت الواي باور 2 يبقى اروح عند الواي واعمل لها باور 2 واروح عند 23 واعمل لها باور 2 25 26 لحد 31. بعدها ابتديت ان انا اعمل الاكس تايمز الواي اعمل 42 تايمز 22 45 تايمز 23 و51 تايمز 25 وهكذا. بعدها عملنا ايه تاني؟ بعدها هبتدي ان انت تجيب السمشن بتاع كل واحد منهم. يعني ايه هتجيب السمشن مستر بتاع كل واحد منهم؟ يعني سيتك تيجي تقوم جايب سمشن اكس تعمل ده بلس ده بلس ده بلس ده بلس ده بلس ده بلس ده هيطلع لك في الاخر ب 383. بعدها تاخد برضو الواي تعمل 22 بلس 23 بلس 25 بلس 26 بلس 28 بلس 29 بلس 31 برضه هتعمل لهم السمشن هيطلع لنا ب 184. انا جبت لهم السمشن بتاعهم على طول كلهم. وبعدها هتستعمل عادي القانون بتاعك بشكل دايركت. هتعمل يعني ايه؟ مجرد تعويض. مش هو بيقول لك الان هي مين تاني؟ النمبر اوف الاليمنت بتاعت الاكس او بتاعت الواي. انت ثبت عد دايما بتاعت الاكس. فين النمبر اهي الان ساعتها بس بتاعت الاكس عدها من التيبل ده. ادي 1 2 3 4 5 6 7 يبقى الان بتاعتك هنا بكام؟ ب 7. تمام جدا كده انا كتبت ان ان بصفر. مش هو القانون بتاعنا القهر اللي هو الكورليشن عباره عن ان سمشن اكس واي سمشن اكس واي اهو اللي هو ده هم حطوا هنا ماينس سمشن الاكس ب 383 تايمز 184 اوفر السكوير روت الان بكام؟ ب 7. تقوم كاتب 7 تايمز سمشن اكس باور 2 اهي ب 21431 ماينس سمشن اكس باور 2 فين سمشن اكس هي ب 383 تعملها فور اور سكوير. في السكوير روت برضه الان برضه ب 7 وسمشن الواي باور 2 اهو ب 4120 ماينس سمشن الواي باور 2 184 فور اور سكوير. بس كده ادي كان الاكزامبل نمبر 2.
ممكن انت تبقى توقف الفيديو وتبقى تشتغل وتشوف يا ترى تقدر توصل لايه، وابقى اكتب لي في الكومنتات جبت الار بتاعتك بايه، واكتب لي يا ترى التفسير بتاعها كان هل هي دايركت ولا انفرس، ولو هي دايركت او انفرس هي كمان ويك ولا مودريت ولا سترونج ولا بيرفكت. اوكي يلا بينا نتنقل يلا لبارت 3 معانا النهارده. ليتس جو. طيب كمل دلوقتي كلامنا في جزء جديد وهو بيتكلم عن حاجه اسمها سبيرمانز رانك كورليشن. مين هو سبيرمان؟ ده برضه نيم برضه بتاع عالم برضه، هنستعمل برضه القانون بتاعه، هنلاقيها فرق برضه المفاهيم. بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن الار اللي هو برضه الكورليشن اصلا بتاعنا، عباره عن 1 ماينس 6 سميشن دي سكوير اوفر ان تايمز ان باور 2 ماينس ال1. طب الان وانا عارف خلاص احنا اتفقنا الان دي بتبقى النمبر اوف الاليمنتس، فانا خلاص دي دايركت اهي، يعني نوت كام؟ ادي 1 2 3 4 5 الان بيكوال 5. كده ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا بقى نعرف ايه الار اكس دي وايه الار واي وايه التي والتي باور 2. حلو جدا. طبعا الاكس والواي انا بكون مديهولك انا هوريزونتال وانت بتخلي فيرتيكال، انا خليتهولك نقطه على طول اهوت فيرتيكال. ادي الاكس وادي الواي، وانا بقول لك استعملي سبيرمان's رانك اوف ذا كورليشن. اوكي هقول لك انا عايز منك ار اكس، عايز منك ار واي. ايه هو بقى الار اكس وايه هو الار واي؟ بص بقى معايا، شايف الاليمنتس بتاعت الاكس فين؟ اهي. تمام. كانك هترتبهم ascending او descending. احنا هنثبتها ascending، ونفس اللي هتعمله هنا هتعمله هنا. مش فاهم؟ تعال اهو بقى مع بعض. مين في دولت ascending؟ تعال نرجع بص بقى جريد بقى 3 بقى و4 68 و 71 و 25 43 و 91. مين هو السمولست نمبر يا ولاد؟ تيجي تقوم قايل لي ايه؟ تقوم قايل لي 25. ادي دي نمبر 1، تكتب فيها كده اهو نمبر 1. طيب مين اللي بعد المفروض 25؟ تيجي تقوم قايل لي في 43، يبقى دي نمبر 2. بعدها مين اللي بعد 43؟ في عندك 60 يبقى ال 3، وادي نمبر 4 وادي نمبر 5. وعملت برضو الواي نفس الموضوع، هعمل لها اسندنج. بعدها الرانك بتاع الاكس، شوف بقى ال 60 بص جنبها كام؟ ادي 3 بالترتيب، ادي 4 1 2 5. الار واي ادي 1 ادي 4 5 3 2. الدي دي عبارة عن ار اكس ماينس ار واي. تاني الدي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الار اكس ماينس الار واي، اللي هو الرينج بتاع الاكس ماينس الرينج بتاع الواي. الرينج بتاع الاكس خلي بالك مهم جدا ترتيب. 3 ماينس 1 ب 2، 4 ماينس 4 0، 1 ماينس 4 نيجاتيف 4، 2 ماينس 3 نيجاتيف 1، 5 ماينس 2 ب 3. طب الدي باور 2 حط دي جوه براكت، الله يخليك اهي 2 باور 2 بايه؟ 4. 3 باور 2 0 باور 2 سوري 0 نيجاتيف 4 اهي باور 2، تحطها جوه براكت هتطلع ب 16. محدش يعمل لي كده، لو عملتها لي كده على الكالكوليتر تطلع غلط. اديني اهو مأكد معاك، لو عملتها كده على الكالكوليتر هتطلع غلط. طيب نكمل. نيجاتيف 1 باور 2 تطلع بوزيتيف 1، و3 باور 2 ب 9. هتعمل دول كده كلهم بلس، يبقى دي ب 20 يبقى 30. بعدها استعمل خلاص كده انا خلصت. هتعمل ايه؟ هستعمل الكورليشن خلاص. الار هتجيبها ازاي؟ هي عباره عن 1 ماينس 6 تايمز السمشن اهو الدي باور 2. طب ما انا جبت السمشن بكام؟ ب 30 اوفر الان بتاعتك بكام؟ ادي 1 2 3 4 5، ادي 5 تايمز الان باور 2 اللي هي يعتبر 5 باور 2 اهي ماينس ال 1 في الاور سكوير. بس كده هتشتغل دي كده كلها على الكالكوليتور، هشوفها لك اهو دلوقتي هتطلع كده اهوت معانا هي بكام. استعمل انت برضه اهوت الكالكوليتور عشان تبقى معود نفسك. ادي 1 ماينس وافتح براكت، اعمل 6 تايمز 30 اوفر ال 5 تايمز وافتح براكت 25 ماينس ال 1 وقف، تطلع لنا بايه؟ ب نيجاتيف هاف، اللي هي نيجاتيف
اللي هي هتطلع ب نيجاتيف 0.5. ما هي نيجاتيف 0.5 دي فاكر زي اقدر برضه افسرها؟ انا قلتها لك من اول السيشن. ها قلت لك سيادتك لو انت جيت دي نيجاتيف يبقى هي كده انفرس، ده مبدئيا كده دي 0.5. ال 0.5 كانت موجوده فين بالظبط على اللاين اللي انا كنت راسمه لك؟ موجوده في المودريت، يبقى مودريت. عشان انت تكون بتسجل نص كوت ورايا كوت انا عمال اشرح عشان تبقى ترجع لها تاني في ليله الامتحان، او انت اصلا اوريدي تكون اصلا بتسمعها في ليله الامتحان. يعني هي خربانه انت ما بتحتاجش غير تزنق نفسك. ماشي، هي كده تكون انفرس مودريت. تمام، نتنقل يلا مع بعض لاخر بارت النهارده في شابتر 1 وكده يكون خلص نهائي. يلا بينا مع بعض دلوقتي في اخر بارت معانا، وهو عباره عن ان انا هيكون قدامي جرافز زي اللي انت شايفها قدامك دلوقتي. ما تقلقش الموضوع مش صعب ولا حاجه. انا دلوقتي احنا متفقين ان انا معايا دلوقتي الاكس اكس واي عكس دوت، احنا متفقين ان هو اوردر ديفير اكس وواي. لو انت دلوقتي لقيت ان عندك الاكس والواي الاثنين حصل لهم انكريزنج، يعني الاثنين بيزيدوا مع بعض، او ديكريزنج يعني بيقلوا مع بعض، يبقى في الحاله دي هما دايركت. هما هيكونوا ايه كده؟ دايركت. طيب ماشي يا مستر، انا معاك ان هما كده هيكونوا دايركت. طب ازاي؟ اهو تعال نبص هنا كده على اول واحده، ده بص بيحصل له ايه؟ من الشمال لليمين، ايديك من الشمال لليمين، شوف اللي بيحصل. لقيت ان هو عمال ايه؟ انكريزنج، عمال يزيد، الاكس بتزيد والواي كمان بتزيد، يبقى هو كده ايه؟ دايركت. وعشان خاطر هو بيزيد وكمان في البوزيتيف، يعني هو عمال يزيد اهو في الاكس وفي الواي، يبقى هو كده دايركت وكمان بيرفكت. يبقى هو كده دايركت وايه؟ وبيرفكت. طب بص كده اللي جنبها، ببص من الشمال لليمين، الشمال اهو ورايح لليمين. ايه ده؟ الواي عماله بتقل والاكس عماله بتقل. الواي بتقل والاكس سوري، الواي بتقل والاكس عماله تزيد. احنا نقعد لو ديت 1 ادي 2 ادي 3، ونبص ادي 1 2 3. بص الواي بدل ما كانت 3 بقت ب 2، وبدل الاكس ما كانت 1 بقت ب 2. لا ده نقط واحده بتزيد والتانية بتقل، دي كده هو تبقى انفرس. يبقى تاني لقيتهم الاثنين حصل لهم انكريزنج، الاثنين بيزيدوا سوا، او الاثنين حصل لهم ديكريزنج، الاثنين بيقلوا سوا، يبقى هما كده دايركت بيرفكت، بيعملوا كل حاجه مع بعض. دايركت بيرفكت. لقيت لا واحده بتزيد وواحده بتقل، واحده حصل لها انكريزنج وواحده حصل لها ديكريزنج، لا ستوب. وقال لي لا واحده حصل لها انكريزنج وواحده حصل، يبقى ديت الانفرس. بس نقطه عشان خاطر النقط هي موجوده في الانفرس هتكون انفرس دايركت، لان هو عباره عن ستريت لاين. طب شوف طيب الجراف كمان اللي بعد. ايه ده مثلا؟ ايه كل البوينتس دي؟ مالكش دعوه بكل البوينتس، انت حاول ان انت تعمل كود ستريت لاين. شوف اللي بص من الشمال لليمين، بص لو انا جيت عملت كده، اعمل لاين كده. ايه ده؟ مستر ده دوت عمل لي اهو برضه لاين زي اللي فوق، هل هي كده تبقى دايركت بيرفكت؟ لا طبعا كده مش هتكون دايركت بيرفكت. امال هتكون ايه؟ هي كده هتكون دايركت بس امبيرفكت. يعني هي كده زي اللي فوق، هي دايركت انا عباره عن ستريت لاين اهو بس امبيرفكت. اوكي. طب واللي بعدها من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، بص كده دي تبقى ايه من الشمال لليمين؟ بص بتقل برضه، دي كانت هي انفرس. انفرس ايه؟ بس انفرس ايه؟ ام بيرفكت. اوكي تعال نشوف اهوت اخر تو جرافس معانا. دلوقتي معاك برضو الشكل ده، بص لو انا جيت عملت لاين كده مش هينفع. بص هتعمل لي دي، هتعمل لي زي زجزاج كده. ايه ده؟ طب لو عملت لي كيرفات كده دي اسمها ايه؟ دي اسمها بيكون نون لينير. تاني لو لقيت عملت لي كيرف زي اللي قدامنا ده، يبقى هي كده النيم بتاعها ايه؟ نون لينير. اخر حاجه معانا وهو عباره عن الشيب اللي قدامنا دوت حالا. انت ملاحظ برضو ان في بوينتس كتيره، ولما هتيجي هتعمل لاين
هتلاقيه ما عملكش ستريت لاين، ما قدرش يجمع بوينتس كتير. فهنا ساعتها دوت بيكون اسمه ايه؟ بيكون اسمه اخر حاجه معانا، وهو عباره عن الزيرو كورليشن. يبقى اجين كده بقى سريعا بقى ال6 جرافز دول اللي فيهم عندك الدايركت. يبقى شوف من الشمال اليمين، لو لقيت ان يحصل لها انكريزنج في الاكس والواي يبقى هي كده دايركت وبيرفكت. لقيت ان عملت لي ستريت لاين زي اللي في التيبل ده، الجراف ده. بس لما جيت بصيت من الشمال اليمين لقيت ان واحده بيحصل لها انكريزنج وواحده بيحصل لها ديكريزنج، الاثنين ولا مش مع بعض، يعني الاثنين مش بيزيدوا مع بعض ولا بيقلوا مع بعض، لا. يبقى ساعتها دي كده بتكون انفرس. بس انفرس ايه برضو؟ انفرس دايركت. طيب هنا هي دايركت بس مش هتكون بيرفكت، هتكون امبيرفكت، لان بص في بوينتس هنا وفي بوينتس هنا ما عرفتش اجيبهم معاك. وكذلك هنا دي هتكون انفرس برضه بس هتكون امبيرفكت. لو لقيتها جت والبوينت وانا جاي بعمل لهم كونكشن مع بعض، لقيتها عملت شكل الكيرف، يبقى هي كده دان لينير. لقيتها انها ما قدرتش خالص اخد بوينتس كتيره مع بعض في اللاين بتاعي، يبقى هو عباره عن الزيرو كورليشن. اخر حاجه نختم بيها ويبقى كده شابتر 1 كده كله فينيش. القانون ده اسمه ريجريشن لاين ايكويشن. انا بقول لك انا عايز منك كده دايركت، بقول لك فايند ذا ريجريشن لاين ايكويشن. تعمل ايه؟ حاجه اقوم قايل لك واي كروس ايكوال a بلس بي اكس. البي بتيجي ازاي؟ ليها قانون، هتلاقيني مدي لك برده اكس ومدي لك واي تيبل زي اللي احنا كنا شغالين عليهم في بيرسون وسبيرمان. وخلي بالك عشان دي كمان هي شبه اصلا بيرسون اكتر. وريني كده. هتجيب اول حاجه بي اللي هي الكوفيشن بتاع الاكس. هتجيبه ازاي؟ بيبقى عباره عن ان سميشن اكس واي ماينس سميشن اكس سميشن واي، دي زي بيرسون اوفر. هناك في بيرسون كنا بنقول سكوير روت، هنا مش هنحط سكوير روت، هيبقى ان على طول سميشن اكس باور 2 ماينس سميشن اكس باور سكوير. بس كده كده انت هتكون جبت البي، والرانسر اللي هيطلع هتحطه هنا اهو. وبعدها الايه هتجيبها ازاي؟ عباره عن سميشن الواي ماينس البي سميشن اكس. عشان كده لازم نجيب البي الاول عشان هتعوض بيها هنا. يبقى الايه عباره عن سميشن الواي ماينس البي سميشن الاكس اوفر الان. والان دي هي عباره برضه عن نمبر اوف الانس بتاعت الاكس او النمبر اوف الانس بتاعت الواي. هكون برضه مديلك تيبل وهيكون الشغل فيه دايركت وعادي خالص. يبقى انا دلوقتي البي بعد ما تجيبها هتحطها هنا، والاي بعد ما تجيبها تقوم حاططها هنا، ويبقى الواي كروس ايكوال الاي اللي انت جبتها بلس البي اللي انت جبتها او في الاكس. يبقى كده خلص شابتر 1 في الستاتستكس. وانتظرونا الفترة الجاية. كان معاك مستر مايكل عاطف من قناة هنذاكر ماس. سلام.